السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي الاتحاد السعودي حوالين العالم. طبعا جماهير نادي الاتحاد بتعيش من امبارح حالة عصيبة جدا بعد انتهاء مباراة الاتحاد وماتشيدا وبعد الخسارة على أرضنا بهدف وحيد. والناس قاعدة تتكلم عن الفرصة بتاعة دانيلو بيريرا، هل هي هدف؟ هل هي لمسة يد فعلا؟ مش ده المشكلة يعني، لكن أنا أعتقد إن جماهير نادي الاتحاد دلوقتي بتعاني من حالة هي أشبه ما يكون بفقدان الإحساس. خلاص إحنا ما بقيناش نحس من كتر الأزمات ومن كتر الصراعات ومن كتر الهزائم والخسارات، وموسم صفري على كل الأصعدة، سواء دوري روشن، سواء كاس الملك، سواء دوري أبطال آسيا، على كل الأصعدة. وعارف أنت لو الاتحاد عنده مشكلة كبيرة فمثلا نقول إن هو عادي، لا ده هو لسه واخد الدوري. يعني فكرة رحيل ناجلو كانتي وكريم بنزيما يقلبوا نادي الاتحاد رأسا على عقب، ده كلام مرفوض يعني. إلا أن الدقائق اللي فاتت والساعات اللي فاتت أكدت أن إدارة نادي الاتحاد تتجه إلى اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة هيكلة الفريق الأول بعدما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة مساء أمس الجمعة ليكمل موسمه دون تحقيق أي بطولة. طبعا سيبكم بقول لكم من موضوع تقنية الفيديو، تقنية الفار، وإن هل الكرة هدف ولا لا، هل هي لمسة يد ولا لا. سيبكم من كل الكلام ده. احنا عندنا مشكلة يا جماعة حتى على المستوى الإداري. الكابتن محمد نور امبارح وبعد انتهاء المباراة في المدرجات تدخل بشكل سريع لمنع اندلاع أزمة كبيرة ما بين عبد الرحمن العبود ونجم العميد وأحد المشجعين في المدرجات، والذي شن هجوما كبيرا على اللاعب بسبب وداع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. تخيل إن اللعيبة والجماهير بتتخانق. شهدت امبارح مدرجات نادي الاتحاد حالة غليان لم نعهدها من قبل، وخرجت الجماهير عن النص وتم توجيه ألفاظ قاسية جدا جدا للاعبين خلال توجههم إلى غرفة الملابس، لكن اللاعبين من جانبهم لم يتمالكوا أعصابهم وخرجت الأمور عن السيطرة، إذا شوهد أكثر من لاعب يشتبك لفظيا مع الجماهير، وكان أبرزهم الحارس راكوفيتش اللي قام بالبصق تجاه الجماهير وتوجيه حركة خادشة، مما استدعى تدخل الجهاز الإداري للسيطرة على الأمر يا جماعة والله مش كورة وبس، احنا بنتكلم على كورة وبنتكلم على انضباط. سيبك من كونسيساو دلوقتي، سيبك من كونسيساو، مش هي دي المشكلة. في مشهد آخر ظهر عبد الرحمن العبود يقف أمام المدرجات ويطالب أحد المشجعين بالنزول إليه في ظل اشتباك لفظي بينهما، وانفعل اللاعب بشدة وطلب من رجال الأمن عدم الاقتراب منه قبل أن يتدخل محمد نور سريعا، والذي يعمل حاليا مستشارا للنادي، مطالبا العبود بالتوجه إلى غرفة الملابس، وهو ما استجاب له اللاعب حتى لا تطور الموقف أكثر. طيب من الآخر كده، من الآخر ازاي نقدر نحل المشاكل دي كلها؟ انا وجهة نظري الشخصية استقالة فهد سندي او سندي اصبحت امر منطقي وطبيعي. هو من نفسه يستقيل، احنا مش هنقول له استقيل، هو من نفسه. انت بتتكلم على مشكلات مش فنية، بتتكلم على مشكلات فنية وإدارية. ويمكن طالب أمس الإعلامي السعودي عبد الله فلاتة رئيس نادي الاتحاد فهد سندي بالاستقالة الفورية والرحيل عن منصبه بعد خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. الهزيمة التي تلقاها الاتحاد أمس الجمعة أمام تشيدا زيليفيا الياباني بهدف دون رد تسببت في ردود أفعال غاضبة على إدارة العميد واللاعبين والجهاز الفني بقيادة سيرجيو كونسيساو. وقال فلاتة في تصريحات عبر منصة تويتر: لا جدال أن التحكيم الأسيوي اغتال الاتحاد وأخرجه من البطولة، لكن المنطق يفرض على إدارة النادي الترتيب للاستقالة حتى تأتي إدارة أخرى تعمل من الآن لتجهيز من أجل الموسم القادم. وأضاف أن الاتحاد موسمه انتهى بهذا الفشل الذريع، وأفضل شيء يمكن أن تقدمه إدارة فهد سندي
هي الاستقالة. طيب احنا هنعيد تاني ونقول راكوفيتش، اقول لكم على الموقف بتاع راكوفيتش برضو من باب الامانة عشان تبقى الامور واضحة. بعد ما انتهت المباراة وبعد اطلاق صافرة النهاية، دخل الفريقين المفروض الى نفق الملعب اللي بيودي لغرفة الملابس. تورط راكوفيتش في مشادة مع جماهير الاتحاد رغم حديث البعض عن انه لم يكن مستهدفا من العناصر الغاضبة بعد الهزيمة. الحارس راكوفيتش الصربي قام بإلقاء زجاجة مياه على المشجعين المتواجدين حول النفق، وشوهد أيضا وهو يرمي قفازه تجاههم بعد مشاحنة لفظية بسبب الخسارة التي أنهت موسم العميد تماما. وجاء الاعتقاد السائد بأن راكوفيتش ظهر وكأنه ينوي تفريغ غضبه من خلال هذه المشادة، حيث كان ينظر للجماهير بطريقة مستفزة وفقا لبعض الروايات. والله الأمر ده يحتاج إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة. ليه؟ لأن لو فعلا راكوفيتش، مع احترامنا ليك حارس نادي الاتحاد وهو حارس فعلا كويس، لكن لو فعلا هو شتم وشاور بحركات خادشة للحياء ورمى قفازه ورمى أزاز مية على الجماهير، طب ما ده يرحل، طب ده يمشي على طول. سيبك بقى من المشكلات بتاعة الأخطاء التحكيمية، احنا بنتكلم دلوقتي على مشكلات تنظيمية وإدارية وأخلاقية. سيبك من الدقيقة 61 لما نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي ضرب الحارس الصربي راكوفيتش وتعور وجفنه ورم واحنا واقفين. مش دي المشكلة، لأن كده كده كان مسك راكوفيتش الكورة. سيبك من الدقيقة 88 وإلغاء هدف التعادل بتاع دانيلو بريرا، واللي إلى الآن أنا للأمانة ما شفتوش بتركيز، لكن أنا شفت إن هو لمسة يد، أنا شفت كده، بس للأمانة ما شفتهاش تاني بصراحة. أنا عارف إن كل تلك اللقطات تحتاج إلى تدخل وتحتاج إلى وقفة، لكن الأمر أكبر منه فني، الأمر إداري. الأستاذ عبد الله فلاتة حذر الأهلي السعودي من النظام التحكيمي. طبعا الأهلي تأهل بعد ما فاز على جوهر تعظيم الماليزي، وقال إن خلي بالكم أنتوا عندكم مشكلة، وإن الاتحاد على الجانب الآخر أمام ماتشيدا زليفا الياباني تم سرقة الحلم منه وسرقوا منه الفوز في تلك المباراة. وقال إن أخشى على الأهلي حاجة وحيدة، شركات الدعاية اليابانية التي تحمل الاتحاد الأسيوي اقتصاديا. وأضاف أن الاتحاد اليوم تم نحره، انظروا إلى قصة دانيلو والهدف، إن لم تكن هذه لقطة ركلة جزاء فماذا تكون؟ وأما محمد الشيخ فقد قال مبروك للأهلي وحظ أوفر الاتحاد، هذا ليس الفريق الذي نحبه ونعشقه، النادي لا يستحق ما يحدث الآن. يبقى دلوقتي احنا محتاجين لوقفة، محتاجين وقف. الكابتن فهد سندي أو السيد فهد سندي يرفض التصريح لوسائل الإعلام بعد الهزيمة، وطبعا ده تبرؤ من كونسيساو مباشر. رفض التحدث مع أحد وهو رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، ده معناه إن أنا ما عنديش كلام أقدر أقوله، خلاص الأمور بالنسبة لي انتهت. على أي حال خلال الأيام المقبلة لا تقلقوا، هيحصل تغييرات كبيرة، أهمها من وجهة نظري استقالة فهد سندي، ثانيها من وجهة نظري رحيل كونسيساو، ونبدأ بقى من البداية كده على رواقة ونشوف إحنا ممكن نعمل إيه مع نادي الاتحاد. ورحيل راكوفيتش لو فعلا تورط في إن هو سب وشتم وألقى زجاجات مية وقفاز وكده، ده تعامل لا يرقى لجماهير الاتحاد. دمتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.